بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام وأرحب بكم بكل مقاماتكم السامية في رحاب هذه الحلقة رقم 49 في برنامج مع اللغة العربية. ضيفنا بعد قليل سيكون الأستاذ أحمد محمود السناي، مدير مركز ومسجد النجاشي في العاصمة البريطانية لندن. سنتحدث إليه في هموم هذه اللغة العربية. مرحبا بكم وبه وبكل المشاهدين في قناة سلام الإعلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، أعزائي وأصدقائي المتابعون والمتابعات داخل الوطن الحبيب الأسير وخارجه وفي مدن الشتات. ها نحن نتشرف اليوم آنساتي سيداتي سادتي أن نكون نحن ضيفا على أستاذنا أحمد محمود السناي، مدير مركز النجاشي التابع للجالية الإريترية المسلمة في بريطانيا. مرحبا بك أستاذنا أحمد. أنا والله أهلا وسهلا. أشكر الله أنه التقينا بك يعني. مرحبا وأهلا وسهلا أستاذ أحمد، فرصة سعيدة وأنا الشرف لي يعني أن أكون بحضرتك وفي البرنامج الذي يعني سبحان الله يهدف لنشر الوعي والثقافة، ففرصة طيبة، جزاك الله خير. بارك الله فيك. وهذه هي الحلقة رقم 49 مشاهدينا الكرام في برنامج مع اللغة العربية. عنوان الحلقة سيكون اللغة العربية في حياتنا، زي ما اتفقنا مع أستاذنا أحمد محمود السناي. ولا بد أن نسدي جزيل الشكر لسعادة السفير الكاتب المناضل الأستاذ علي محمد صالح شوم، الذي هدانا إلى خير ما يهتدى إليه الإنسان، أن نتعرف على رجال يعني وشباب نذروا حياتهم ويعملون من أجل الوعي الإسلامي والوعي العربي. ويكفي أنه مدير مركز النجاشي، هذا المكتب أو المركز التابع للجالية الإريترية المسلمة. أستاذ أحمد، كده أدينا عن المركز تعريف كده بايوغرافي معاه، وفي نفس الوقت برضه خلينا نسوح في منطقة نشأتك وتعلمك القرآن الكريم وشيوخك كذلك يعني، وأنت شاب يعني. الله يحفظك ويبارك فيك أستاذ أحمد. بالنسبة لمركز ومسجد النجاشي، هو يعني الآن يعني تحول. في البداية كان جمعي، يعني هو تابع لجمعية الجالية الإريترية المسلمة، وهي جمعية أنشئت يعني من فترة طويلة جدا، تقريبا 1989، مع بدايات ممكن نقول الوفود الأول بشكل واضح للإريتريين في لندن في بريطانيا بشكل عام. وكان البداية حلقة في مسجد مجموعة من الشباب الذي كان لديه الحرص منذ البداية أن يحافظ على هويته، يحافظ على تواجده، حتى قبل أن يكون هناك الأبناء والأجيال اللاحقة، لكن كانوا مجموعة حقيقة خيرة بارك الله فيهم، أنهم تنبهوا لهذا الأمر فأسسوا حلقة قرآن، ومنها انبثقت فكرة تأسيس جمعية تكون نواة للمحافظة على المجتمع الإريتري في بريطانيا، بتكاثر الوفود وبتكاثر الأعداد التي وفدت، وبخاصة في التسعينات. يعني تشكلت الجمعية بشكل أفضل، وتم ترتيبها بشكل أفضل، وتم توثيقها كجمعية خيرية مسجلة في الدولة البريطانية. ثم يعني ما شاء الله مرت بمراحل، ويعني جاءت أجيال، ثم جاءت اللحظة التي كان الجميع يتوق إليها، وهي شراء مبنى. وكان هذا في سنة 2007 تم استئجار مبنى في منطقة حيوية جدا تكثر فيها الجالية الإريترية، ومسألة الاستئجار استمرت لحوالي عامين. ثم نعم. بعد ذلك كان يعني العمل الدؤوب مع الجميع ومساهمة الجميع من الجالية الإريترية وحتى من غير الجالية الإريترية، وحتى مؤسسات وهيئات، لدعم مسألة شراء المركز. وبفضل الله سبحانه وتعالى أنجز هذا الأمر وتم شراء المبنى، وهو مبنى كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، فيه موقف للسيارات، وفي منطقة فوكسهول، وهي منطقة حيوية جدا، بالقرب منها محطتين للقطار، وبالقرب منها السفارة الأمريكية، ويعني منطقة
أصبحت الآن منطقة أغنياء يعني حقيقة. يا سلام، مع مبروك. نعم، مع تغير الوقت يعني لندن بشكل عام تغيرت، أصبحت يعني مدينة الأغنياء، ولكن هذا الحي بشكل خاص تميز بهذا الأمر، وحوله أصبح محاط بناطحات سحاب ومباني لشركات ومؤسسات، فلله الحمد والمنة. الحمد لله. والحمد لله المسجد طبعا أصبح منارة للمسلمين في منطقة جنوب لندن، يفدون إليه حقيقة من مناطق حتى بعيدة، والكل يشعر بالاندماج السهل والتعامل السهل البسيط مع الجالية الإريترية، يعني الإريتريين بشكل عام ناس مرحبين وسلسين في التعامل. هذا ما يقوله دائما كل من يأتي إلى المسجد والمركز، لا يشعرون بغربة حقيقة. وهذا خير للجالية الإريترية أنها تتحمل مسؤولية أمر كهذا. فالحمد لله الأمور تسير مساحة بشكل المركز كم شيخنا أستاذنا؟ مساحة المركز حقيقة مساحته كبيرة جدا، يعني ما يحضرني الرقم تحديدا، لكن تقريبا يعني. هو على الشارع عمومي، وفيه طابقين. يعني الطابق الأساسي للمسجد، يعني سعة المسجد بشكل عام، مثلا لو قلنا في صلاة الجمعة مثلا المساحة التي يمتلئ فيها المسجد العدد تقريبا يصل إلى 700 شخص. ممتاز ف ممتاز. مساحة ممتازة جيدة جدا. وهذا غير يعني أنه هناك قسم لم يستغل وهو السقف، وهذا إن شاء الله تعالى بجهود الخيرين من أبناء الجالية سيتم إن شاء الله تعالى بالإضافة إلى الظل في هذا الأمر. موقف السيارات موقف سيارات موجود، وطبعا الآن انضم إليه جمعية المواساة التي تعنى ب يعني الاهتمام بأمر الموتى منذ بداية يعني التعامل مع الجثة في المستشفى إلى الصلاة عليها وغسلها ودفنها. وما الآن أصبح لهم أيضا مقر في داخل المركز، وأصبحت مكان مغسلة الموتى موجود في داخل المركز. نعم، بارك الله فالحمد لله فيكم. يعني شيء مشرف بالنسبة للجالية نعم، أن تقوم بهذا الأمر يعني. بارك الله فيكم. هل تقام أنشطة أخرى كتعليم اللغة العربية وتعليم أمور نعم الدعوة والإرشاد وما إلى ذلك؟ نعم. في المركز هناك مدرسة موجودة، هي مدرسة الويكند نهاية الأسبوع. هذه المدرسة تعنى بتعليم القرآن الكريم واللغة العربية والتربية الإسلامية أيضا. وبفضل الله سبحانه وتعالى في بداية العام أضفنا إليها أيضا في غير نهاية الأسبوع السبت والأحد، أضفنا أيضا الفترة المسائية من أيام الأسبوع كاملة. فأصبح لدينا أيضا في كل أيام الأسبوع في الفترة المسائية الأطفال بعد أن يفرغوا من المدرسة يعني عدد كبير من الآباء والأمهات يصطحبوا أبنائهم بعد المدرسة من الساعة 5 حتى 7 إلى المسجد هنا. هذا كان للفئة التي لديها حقيقة رغبة في تعلم القرآن نفسه وحفظ القرآن الكريم. يا سلام. فأتحنا لهم المجال حتى أن يحضروا 4 5 أيام في الأسبوع، 6 أيام في الأسبوع. وتخرج كما حفظ يعني للقرآن الكريم من المركز؟ الآن ليس لدينا هذا يعني العدد الذي نقول أنه أنجز. الأعداد صغيرة جدا، لكن المشروع هو أن الآن الإضافة التي كانت في الفترة المسائية هي للتركيز على هذا الأمر، لأنه مدرسة عطلة نهاية الأسبوع الحقيقة كانت ما بين تعليمهم قراءة القرآن الكريم، والتركيز الأكبر كان على مسألة التربية الإسلامية، لأنه كما يخاف أستاذ أحمد مجرد الحفظ بدون الفهم وبدون تعلم الصلاة وتعلم الصيام وتعلم حتى العقيدة والهوية، فكان هذا في الماضي يأخذ وقت، كان يعني ينال وقت كبير، فلذلك التركيز على حفظ القرآن الكريم كان قليل. ولكن الحمد لله أضفنا من بداية العام هذه المساحة في الفترة المسائية 6 أيام في الأسبوع، والتركيز فيها فقط هو على حفظ القرآن الكريم. والحمد لله يعني هناك شوط ممتاز جدا تم قطعه، ما شاء الله. أجزاء كبيرة من القرآن الكريم تم حفظها. والأمر يحتاج طبعا إلى مجاهدة بالنسبة للأطفال ما في الصغار. شك، ما الأمر في شك. نعم طيب، نعم أستاذ أحمد محمود أسناي، مدير مركز ومسجد النجاشي في مدينة لندن، نسعد بلقائك في قناة سلام الإعلامية. لو يا ريت لو حدثنا عن طاقم المعلمين، وأكيد طبعا الناس بتشتغل بعمل طوعي وأجرهم على الله حتى لو كانوا يدفعوا أكيد يعني.
ما ياها. نعم نعم. فحبيت برضو نشيد بهذه الكوكبة النيرة التي يعني أظن الحقيقة في يوم من الأيام نشوفها. فيا ريت لو حدثنا بإذن عنها. الله، باذن الله تعالى. الحقيقه احنا ممكن ان نقول ان يعني الامر ابتدا منذ فترات طويله واصبح تراكمي، فالاشاده بالمجموعه الموجوده حاليا هي بالضروره اشاده ايضا بالذين بداوا العمل واضافوا اليه واستمر لسنوات طويله. فالحقيقه انا اول ما بدات يعني في بريطانيا بالعمل التطوعي في تعليم اللغه العربيه والقران الكريم كان في سنه 1989 او 98، عفوا 98. نعم. وكانت مدرسه الاباء والابناء في غرب لندن، مم. وكانت المدرسه يعني موجوده وكانت يعني مرتبه امورها بفضل الله سبحانه وتعالى. وايضا بعدها عملت في مدرسه تسمى مدرسه الاحد في منطقة فينسبري بارك في شمال لندن، وأيضا قام عليها مجموعة من الإخوة الخيرين الإريتريين. هذه كلها مدارس إسلامية إريترية. يعني التعليم يكون في نهاية الأسبوع، السبت والأحد، أو تكون يوم واحد السبت أو الأحد. فأجيال متعاقبة حقيقة أستاذ أحمد من يعني المتطوعين الذين يعني شعروا بالمسؤولية وشعروا بأهمية أن نتحمل نحن المسؤولية، لأن الأطفال الصغار الذين أتوا في هذه البلاد أو في بلاد الغرب بشكل عام يعني إن لم نهتم بهم نحن فتقريبا سيفقدوا حلقة الوصل، لأنه نحن بالنسبة لهم حلقة الوصل ما بين اللغة الأم وما بين الثقافة الإسلامية والثقافة العربية والهوية. نعم. فنحن كنا لهم حلقة الوصل، وإلا هم نشأوا في بيئة يعني انقطعوا تماما، أنهم نشأوا في وولدوا بعضهم أو كثير منهم في بلاد الغرب، فلم يكن لديهم من سبيل للوصول للثقافة والهوية والقرآن الكريم واللغة إلا من الذين أتوا وحملوا معهم هذا الإرث وهذا الهم. فالحقيقة كوكبة كبيرة جدا، لا أريد أن أظلم أحد بأن أذكر أسماء، أيوة. لأنه الجميع نسيم الشكر حقيقة الجزيل أجرهم على الله. نعم. أجرهم على الله سبحانه وتعالى، وحقيقة قاموا بدور مميز يعني. والحمد لله لا يزال الأمر مستمر يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، ما شاء الله وتبارك الله. طيب أستاذنا العزيز أحمد محمود أسناي، كده نرجع بيك للبلد. يعني أنت مواليد وين؟ ودايرين نربط هذا الحاضر بالماضي، وبعدين نستشرف معك المستقبل، ونحن سعيدين مرة ثانية. الله يبارك فيك يا أستاذ أحمد، أنا الأسعد. بالنسبة لو رجعنا إلى الماضي، فالماضي والبداية من مدينة كرن، يا سلام. ولدت فيها. ولكن سبحان الله كانت فترات الهجرة التي كانت يعني شملت تقريبا كل قطاعات أو مناطق البلد، وبخاصة في المنخفضات ربما. فحقيقة الخروج من كرن كان مبكر، فلذلك ذكرياتي في كرن تكاد تكون منعدمة. لكن كانت الهجرة بعد ذلك إلى السودان لأعوام قليلة، ثم مصر. أنا نشأت في مصر وعشت في مصر فترة طويلة. ودرست بداية المراحل الدراسية. التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي كان في مصر. ثم انتقلت بعد ذلك إلى بريطانيا ودرست فيها الدراسة الجامعية. تخرجت في الإدارة، في علم الإدارة. ثم درست بعد ذلك أخذت شهادات في التدريس في تعليم اللغة، ودرست اللغة الإنجليزية ما شاء الله. لسنوات عديدة. يعني ثم بعد ذلك مهنتك التدريس. نعم. مهنتك التدريس. نعم أنا معلم لغة إنجليزية، يعني ممكن نعم. أقول نعم. إنه هي التعليم مع جانب الدراسة في علم الإدارة، لكن التدريس هو المهنة. مهم جدا. طيب نحن نسعد بك كمربي جليل كمان أستاذ أحمد. كده علاقتك الشخصية باللغة العربية، وطالما أنت مولود في مدينة كرن، يعني البذار بتاعت اللغة كانت في تلك المدينة، مدينة القرآن ومدينة الجمال ومدينة كل الفنون والإبداع يعني. نعم وكرن نعم صحيح الأنيقة نعم خرجت كوكبة من العلماء طبعا، أنت عارف أستاذ أحمد. صحيح صحيح صحيح. علاقتك باللغة ابتداء من هناك، ثم ماذا أضافت لك مرحلة مصر، وكيف بريطانيا مثلا بلغتها وبنورها ما خلتك مثلا
ما سلبتك من اللغة ولا زلت متمسك بها وتدرس الآن وما شاء الله. نعم نعم. الحقيقة يعني أنا والدي معلم لغة عربية، ما شاء الله. ونعم الوالد محمود أسدناي كان مدرس في كرن وفي خارج كرن، حيث كانوا يبتعثوا أحيانا المدرسين للقرى والنجوع والمناطق البعيدة. فيعني الوالد ربي جليل. مهنته هذه هي، وعرف بهذا الأستاذ محمود عايش أسدناي الوالد؟ رحمة الله عليه. توفي الله يرحمه في ويحسن. 2015، توفي. نعم، طيب، وتوفي في مصر. معانا هنا في ملبورن الأستاذ آدم سناي، من نفس الأسرة؟ نعم، تربطنا قرابة قوية. نعم نعم، يا الأستاذ آدم سلام. السناي حقيقة هنا هو مربي جليل كذلك. نعم نعم، صحيح صحيح. يا سلام. والتقيت به في السعودية فترات، يعني في يمكن 2014 يا كنا سلام. نلتقي. نعم نعم. جميل. طيب واصل. فالوالد يعني كونه معلم لغة عربية، يعني ذكرياتنا معه في الصغر كان يشجعنا على مسألة اللغة العربية، وكان يأتي لنا بكتب المطالعة، وحقيقة كان يشد علينا في مسألة الخط. يعني يا أذكر سلام. كان يشدد في أنه حتى الانتباه على الخط، فكان يأتي لنا بالكتب التي فيها الخط فن العربي، التعلم. نعم. فن الخط. نعم نعم، كان حقيقة يعني حريص في هذا الجانب. وكان يعقد لنا نوع من المسابقات ونحن أطفال نكون بين يديه، من يعني خطه أجمل ومن يجيب على الأسئلة وكذا، كان يعطينا جوائز وكذا. يا فكانت يعني حقيقة انطبعت هذه الفترة بهذا التشجيع على اللغة العربية. والمكتبة البسيطة التي كانت مع الوالد أيضا كنا نرى فيها الكتب التراث وكتب الحديث البسيطة. فكانت يعني البداية التي ممكن نقول رسخت فينا الهوية العربية ووجود اللغة في حياتنا وأهمية اللغة العربية في حياتنا. فبالطبع السودان كذلك المحيط نفسه يعني محيط ثقافي ثري ومشجع على مسألة القراءة. نعم. يعني الشيء الجميل في السودان كما لا يخفاك أستاذ أحمد أنه حتى في المناطق البسيطة الفقيرة تجد الاهتمام بالقراءة، قراءة نعم. الجرائد، الحفظ الأشعار. فهذا كان أيضا محيط يعني نشأنا فيه، وكان له أيضا تأثير وكان له حتى دور مناسبة في. الزواج، المناسبات الاجتماعية بتسمع فيها شعر يعني شوف بالضبط على بالضبط. المجتمع السوداني. نعم. وأينما ذهبت نعم تلقى الشعر صحيح والثقافة، يعني صدقت. بالضبط. أنا أذكر حتى في الرحلات، يعني حينما يكون مثلا نطلع مجموعة إلى رحلة، فمن مم. جلسات السمر وكذا في الرحلة تكون المقارعة الشعرية والردود بالأشعار يعني. فسبحان الله، يعني الواحد كان يتعجب من أعمار صغيرة وشباب صغير، لكن قدرة على الحفظ واهتمام بهذا الجانب يعني. نعم. وحتى الخط حينما ترى أكيد يعني الشعب السوداني معروف بالخط الجميل، نعم. فكان محيط حقيقة مشجع على هذا الأمر. ثم بعد ذلك أيضا في مصر يعني الدراسة كانت دراسة نظامية، الدراسة الحكومية، لكن بقي في نفسي أنا شخصيا الحب اللغة. وكان لدينا من المعلمين من كان سبحان الله يعني يحببنا في اللغة العربية. وبخاصة أذكر في الفترة المرحلة الإعدادية كان لدينا من المعلمين من كان يجلس معنا حتى في بعد وقت الدراسة، يكلمنا أكثر على اللغة العربية، يكلمنا على يعني قصص ويعني أمثال وحكم وأمور في اللغة العربية كانت تشد يعني انتباهنا، وكانت تجذبنا وتحببنا لهذه اللغة. فتأثير أيضا المعلمين وتأثير الدراسة في مصر كان له دور كبير جدا. بالإضافة إلى يعني حلقات العلم الشرعي التي كانت موجودة بعد ذلك في المرحلة الثانوية. كان لدينا في الحي كان لدينا من الشيوخ ومن المعلمين من كان لهم أيضا تأثير جميل علينا، يعني تأثير تربوي، تأثير بس أخلاقي. أحمد، نستسمحك نتوقف هنا في مصر قليلا، يعني لفاصل قصير، ونبدأ من هنا وبعدينك بريطانيا. كيف ما سلبت منك هذه اللغة وهذه المحبة للغة العربية بكل أدواتها الإنجليزية وغيرها في بريطانيا؟ فنستأذنك
مشاهدينا الكرام، لا زلتم مع قناة سلام الإعلامية. نخرج فاصل ونعود إليكم بعد قليل. مشاهدينا الكرام، ها نحن قد عدنا إليكم مع الأستاذ أحمد محمود السناي، مدير مركز ومسجد النجاشي في بريطانيا، وهو يتحدث إليكم في هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية من شبكة قناة سلام الإعلامية. أستاذ أحمد، كنا في ذكرياتك عن اللغة العربية في مصر، وبعدينك نخش كده بريطانيا. أول ما دخلت نعم. بريطانيا، علاقتك باللغة الإنجليزية كانت كيف في البداية؟ وكيف وفقت في أن تعمل توازن بين هذه وتلك يعني؟ نعم. بارك الله فيك أستاذ أحمد. الحقيقة في بريطانيا، يعني أنا قدمت إلى بريطانيا، ولحسن الحظ أنني كنت يعني سبحان الله، قدر الله سبحانه وتعالى، أنني كنت المترجم، ممكن تقول، في المجموعة اللي كنت فيها. مم. فيعني بلغتي البسيطة التي أتيت بها، كنت حقيقة الذين كانوا معي أكثرهم كان لغتهم أقل مني، فكان تقريبا الاعتماد أكبر علي في مسألة الترجمة. يعني حينما نذهب إلى المصالح الحكومية، ترتيب أوراقنا، نذهب إلى البنك، الأمور هذه كلها. نعم. وهذا حقيقة يعني شجعني على أن يعني أتعمق أكثر في مسألة المحافظة على اللغتين. فأصبحت أطور نفسي تدريجيا في اللغة الإنجليزية، بحكم أنه أصبحت تقريبا شبه معتمد علي في المجموعة التي كنت بينها. وكذلك اللغة العربية كان طبعا الارتباط موجود، حقيقة لم ينقطع. يعني في بريطانيا، في لندن تحديدا، توجد مكتبات، يعني كنت أزورها منذ البداية. كان لي علاقة ببعض المكتبات العربية، وكنت أشتري منها الكتب، ويعني كنت أحتفظ بالكتب حتى معي، وأنا أتنقل حتى كتيبات صغيرة كنت أقرأها في القطار. حينما أذهب إلى مناطق بعيدة أحيانا تكون معي الكتب وأقرأ. وقتها ما كانت الجوالات لسه والموبايلات يعني إيه. موجودة. إيه. نعم. فالحمد لله سبحان الله، يعني الظروف ساعدت على أنه يكون هذا المزيج موجود، وبخاصة الجانب العربي. ثم مباشرة أيضا بتوفيق الله سبحانه وتعالى تعرفت على بعض الإريتريين الذين كانوا أسبق مني في لندن، ويعني اقترحوا علي أن أعمل معلم متطوع في مدرسة نهاية الأسبوع، مدرسة الآباء والأبناء في غرب لندن. ولم أتردد حقيقة، وهذا أيضا كان له أثر كبير في نفسي، متى لأنني كان كنت ذلك يعني. أستاذ سناي؟ أنت نعم. وصلت لندن 200 كان يعني؟ أنا يعني خروجي من مصر كان في 95، مم. في سبتمبر 95. إيه. فقدومي لبريطانيا الآن في بريطانيا يعني تقريبا دخلنا أكثر من قريبا 27 عاما. 20 عام، نعم. نعم. ما شاء ف الله. نعم الحمد لله. فلذلك أيضا هذا الاقتراح، وأن وجدت فرصة أن أعلم اللغة العربية والقرآن الكريم، ساعدني على أنه أشعر بالمسؤولية. فأنا بين يدي أطفال صغار، حقيقة أنا أجد نفسي مسؤول عن نقل هذا الإرث وتعليمهم وتحبيبهم أيضا. ليست المسألة فقط أنه أنا لست معلم بمعنى أنه موظف، بل أنا أحمل هم أن أحببهم في هذا يا سلام. الأمر، في اللغة وفي التراث نفسه وفي القرآن الكريم. فالحمد لله كانت لدي منذ البداية علاقة طيبة مع الأطفال، وإلى اليوم بالمناسبة أنا يعني من أجمل الأوقات التي أقضيها في تعليم الأطفال الصغار. يا سلام. أجد نفسي كثيرا يعني حينما أجالس الأطفال وأعلمهم شيء، بارك الله من فيك. أمتع اللحظات حقيقة. وفيها طبعا أكيد جانب المسؤولية. فلذلك هذا أيضا شجعني على أن أطور أكثر من لغتي، لأنني أحتاج أن أتكلم معهم أحيانا، أوصل لهم فكرة معينة مثلا باللغة الإنجليزية، بينما أيضا أحتاج أن أحضر دروسي وأحضر المادة التي سألقيها عليهم باللغة العربية. فاستمريت في هذا المسار من مدرسة الآباء والأبناء إلى مدرسة الأحد، يعني خطوات. ثم بعد ذلك مع مجموعة من الإخوة الأفاضل أنشأنا أيضا جمعية للحفاظ على الشباب، كانت تركيزها أكثر على الشباب، وأسميناها رابطة الشباب الإريتري المسلم.
ما شاء الله. فكان هذا في 1998 1999 تقريبا بالتحديد، مم. يعني 99. والحمد لله كانت أيضا يعني جمعية عنت بالشباب المسلم، وكان من بينها أيضا تأسيس مدرسة لتعليم الأطفال في نهاية الأسبوع، وأنشطة أخرى رياضية، رحلات ومخيمات كنا نعقدها، دروس مع المشايخ وطلاب العلم. فأيضا كان المجال كله بفضل الله سبحانه وتعالى منذ أن قدمت إلى بريطانيا تقريبا لم أخرج عن توازن يعني جميل هذا يعني مع اللغتين. نعم. نعم نعم نعم. نعم. فالحمد لله المحيط دائما كان هذا المحيط هذه البيئة المتطور المباركة. في نعم. التعليم. يا الحمد سلام. لله بفضل الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير أستاذ أحمد، وإن شاء الله إلى مزيد من من بإذن العطاء الله. وجذب الناس إلى هذه اللغة. وزي ما قلت أستاذ أحمد، اللي يمر بطريق السودان، أنا أقول علاقته باللغة العربية لا تتزعزع، لأنه صحيح، لا يدرس خوف عليهم. لا خوف عليهم ولن صحيح. يحزنوا. فعلا بإذن الله. ما في شك نعم يعني. صحيح. وزي ما انت صحيح. عارف، زي ما قلت، المعلمين والمنهج ذاته التربوي اللي كان موجود في السودان هو منهج محكم نعم يقوي. يعني جدا. انا ما اذكر مثلا، ما اعرف في بلاد تانية موجود المطارحات الشعريه مثلا. وزي ما ذكرت، نعم التنافس كان هناك. يعني تتخيل الواحد يكون في المرحله الاعداديه نعم بالمطارحات الشعريه. والمطارحه الشعريه كما تعلم عزيزي المشاهد، استاذ احمد عارفها اكثر مننا، لكن واحد يقوم كده. يعني المطارحة الشعرية ما بيدخل الزول إلا يكون حافظ كمية من الأبيات الشعرية. فواحد بالضبط. على سبيل المثال يقول لك مثلا: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسخط اللواء بين نعم الفصول فحوملي. طوال يبدأ نعم الثاني ياخذ اللام ويجي يقول لك مثلا: لا تلمني في هواها، ليس يرضيني سواها، لست وحدي أفتديها، كلنا اليوم فداها. هذه اللغة انتهت بالهاء. طوال يقول واحد يقوم بها، يقول يعني يدخل بالضبط. هيهات ففيها هيهات عنصر المفاجأة، يا يعني سحر. ليست. ايوه. يعني بالضبط. تنط من بيت من شاعر لشاعر، وده يعني ينمي فيك اللغه، ينمي فيك الشعر، وهكذا. مريت بالضبط. بهذه التجارب مش كده استاذ احمد؟ نعم نعم كانت موجودة، ويعني كانت حقيقة لها يعني تشجعنا، كانت على مسألة الاهتمام باللغة، الاهتمام بالجانب الأدبي الفني. لم نكن حقيقة على مستوى من كانوا حولنا، لكن مم. كانت يعني تبعث فينا سبحان الله طموح في أن نحافظ على نعم اللغة، نعم نعم. أن نقرأ، أن نتثقف أكثر. فكان لها أثر جميل جدا يعني. ما في شك، ما في شك. نعم. طيب استاذ احمد، الان نحن هنا في استراليا، في مدارس نهايه الاسبوع لتعليم اللغه العربيه نعم والعلوم الاسلاميه، وكذلك القرآن الكريم، تعلم كيفية القراءة، اقرأ وغيره، وبعدين بيخشوا على الحفظ وكده. عموما نعم يعني الجاليات الأخرى حقيقة، يعني مع الأسف الشديد بالنسبة لنا نحن كجالية إريتريا، ونتأسف إنه هذه المدارس الأسبوعية الإريتريين فيها ما كتار يعني، مع الأسف الشديد يعني. نعم بينما تجد الجاليات الأخرى كثيرة. يعني مثلا هنا عندنا الجالية الأورومو مثلا، نعم والصوماليين، وحتى الأخوة البنغال يعني، والباكستانيين نعم وغيرها. الإريتريين بتلقى واحد اثنين كده بتاع، يعني ما بعدين يقول عشان هم موزعين في مدارس. ما موزعين كثير. انتوا عندكم في لندن كيف في المدرسة هذه بتاعت تعليم المدرسة الأسبوعية؟ وبقت اليوم زي ما قلت مع نهاية كل يوم بيجوا برضو عندكم طلاب مواظبين. إقبال الإريتريين كيف؟ وهذا المركز هو مركز للجالية، تابع للجالية الإريترية. نعم. الحقيقة يعني يمكن التجربة في لندن ربما أقول أفضل نوعا ما. مم. فالإقبال الإريتريني عالي جدا على مدارس نهاية الأسبوع، بحيث الحمد لله تم إنشاء مدارس نهاية الأسبوع خاصة بنا يعني بالإريتريين. ما أدري إذا كان في أستراليا هل في بتأسيس الإريتريين نفسهم يعني مدارس نهاية أسبوع. لكن موجودة. في بريطانيا موجود. ما كثيرة، ما كثيرة، وإذا كثيرة الجاليات الأخرى أكثر، بمعنى هم نعم. يأسسوها لكن بيجوها من الناس الثانيين يعني. في بريطانيا يعني الحضور الإريتري يعني بالأبناء في مدارس نهاية الأسبوع جيد جدا أعتبره.
الله يبارك. لكن طبعا هي المسألة ليست فقط إحضار الأبناء إلى المدرسة، مهم. لأنه التركيز يجب أن يكون في الأثر. لكن يعني لو تكلمنا عن الأثر المدارس هذه على الأبناء، هنا ربما نتوقف قليلا، وربما نجد أنه الأثر ليس الأثر المرجو والمطموح إليه، وهذا له أسباب، ويعني ربما يكون حديث خاص. فبالنسبة للحضور والتواجد، كثير من الإريتريين حقيقة يأتوا بأبنائهم في مدارس نهاية الأسبوع. فمدرسة القرآن والسنة، وهي موجودة في مركز النجاشي، الغالبية تقريبا يعني النسبة الطاغية هي من الإريتريين. أيضا مدرسة الآباء والأبناء العدد الأكبر، أو ربما يكاد يكون هو الأصل أنهم إريتريين. كذلك كانت مدرسة الأحد، ولكن أغلقت لأسباب، كانت أيضا الحضور فيها إريتري بشكل كبير جدا. فالذي لاحظته في بريطانيا أن هناك الحس بأنه الآباء والأمهات يشعرون بأنه لابد أن يفعلوا شيء، يعني في إحساس بمشكلة، وأنه لابد أن نفعل شيء. فأقل الأشياء هو أن يعني نأخذ الابن يوم السبت أو يوم الأحد إلى المدرسة. لكن كما قلت، الأمر يجب أن يتعدى هذا إلى التفكير في الأثر. فإذا نظرنا إلى الأثر ليس بتلك القوة، وربما هذا يكون حديث يعني نتكلم عنه. سنأتي إليه عندما تعود إلى بريطانيا بالسلامة. أستاذ أحمد، الآن أستاذ أحمد حديثنا من أرض الخلافة في تركيا، احنا قبضناه يعني ليس هو مسافر ومشكور والله. يعني أستاذ أحمد، أنا يعني أعبر عن سعادتي، والله أسعد بلقائك ونحبك في الله. يعني الله يبارك فيك. هذه أول إطلالة ليك نشوفك فيها، وإن كان بشوفك في فيديوهات أخرى، ولكن هذا لقاء يعني أو حوار وجها لوجه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا خيرا وإياك. أنا أقول لأنه الإقبال بالنسبة للجالية الإريترية هنا ما كثير يعني، وعن تجربة أتحدث. أنا مدرس برضو، بدرس في نهاية الأسبوع، نبتغي وجه الله، وهذه اللغة يعني بنحمل همها والحمد لله يعني. فبدرس في مدرسة ميديسن لتعليم اللغة العربية، Arabic School ميديسن، في مسجد ميديسن يعني. فبدرس 4 فصول في مستويات مختلفة، يعني ابتداء من الروضة، يعني حتى الروضة والله، وأشعر يعني أسعد اللحظات مع جماعة لما نقول ألف باء تاء وهكذا. فبلاقي وبعدين بمشي للفصول الثلاثة يعني كل يوم سبت. يعني عندي 4 فصول، الإريتريين فيها ما كتار يا أستاذ أحمد حقيقة. يعني بلاقي في الفصل اللي فيه 15 17 هكذا، بلقى 1 2 3 كده. لو جمعتهم اللي أنا بدرسهم من بين 60 طالب مثلا في ال4 فصول، الإريتريين لا يتعدوا 10 تقريبا مع الأسف الشديد. قد يكونوا في أماكن أخرى الله أعلم، لكن ما أتلقاه من معلومات من زملائي المعلمين في المدارس الأخرى يؤكدون نفس المشكلة لديهم، إنه إقبال الإريتريين ما هو كثير. وأنا أهنيكم الإخوة أصحاب الرسالة في بريطانيا. أستاذ أحمد، الصوت نوعا ما كان ضعيف، ما أدري أستاذ أحمد. أنا معي كويس الصوت. أنت خلي الكاميرا ثابتة أستاذ أحمد. طيب، بماذا الآن أسمعك. بماذا توصي الجاليات الإريترية الموجودة في المهاجر، سواء كان في بريطانيا أو غيرها؟ ونحن بحمد الله طبعا توزعنا في أرض الله الواسعة، فبما توصيهم ارتباط بهذه اللغة؟ لأن اللغة دي تمثل هي هوية وثقافة بالنسبة للإنسان الإريتري. زي ما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. يعني ووصيتك لهم أستاذ أحمد؟ الحقيقة يجب أن يكون عند الوالدين بداية يعني هم شخصي، بمعنى أنه لابد أن تكون لديهم يعني يكون لديهم هدف وفكرة واضحة ما الذي يريدونه لأبنائهم. هذا مهم جدا. القصة ليست أنه كل الناس بتودي أبنائها مثلا إلى المدارس نهاية الأسبوع فأنا أيضا مع الناس، أو أنه أنا أريد ابني فقط يفهم شيء من العربية، أو أحيانا عدم وضوح الفكرة أستاذ أحمد يكون له يعني أثر في النتيجة.
فإذا كانت الفكرة واضحة الإنسان حقيقة متحرك، لأنه ابنه ليس فقط قصة أن يفهم شيء من العربية، لا، بل أن يقرأ بالعربية، لا، بل أن يجيد ويتقن ويتذوق ويستمتع بالعربية. فأستاذ أحمد، كنت أقول أنه لو يعني حتى ما أعطي كلام عام، ربما لو أعطينا كلام واضح ومحدد. البداية منذ نعومة الأظفار يجب أن تكون واضحة ومحددة، بمعنى أنه احنا لا نترك الطفل حتى يصل عمر معين ثم بعد ذلك نتوقع نتائج كبيرة. فحقيقة صغر عمر الطفل هي ميزة بالنسبة للأسرة، طالما الطفل صغير، طالما الطفل في عمر الثلاث سنوات، السنتين، بداية حتى الكلام، بداية السماع، البرامج التي يشاهدها في البيت. أنا لا أتوقع من طفل تمر الخمس سنوات الأولى وهو يشاهد كل شيء باللغة الإنجليزية. يعني الوالدين في البيت الكلام معه باللغة الإنجليزية، أكثر المفردات أصبحت عنده باللغة. هذا تقريبا تشكلت عنده الآن يعني مبادئ الهوية، حتى هو فهمه للأمور أصبح. فالآن نحن نحرث في أرض حقيقة صعبة. فلذلك يجب أن تكون البداية طالما الطفل صغير، طالما الطفل لم يبدأ الكلام بعد، فلماذا لا نعرضه لهذه البيئة العربية، لهذه البيئة وهذه الثقافة منذ البداية؟ فالبرامج التي يشاهدها في البيت، لماذا لا نحرص الخمس سنوات الأولى أن تكون اللغة العربية طاغية في التعامل معه، بمعنى أنه يشاهد البرامج العربية، الكرتون العربي. الأم بكل سهولة تستطيع أن تأتي ببعض الكتيبات الصغيرة العربية، قصص، صور بالعربية، نقول جمل على سبيل المثال، صورة جمل، قمر على صورة، يعني نشكل عنده الخلفية العربية منذ البداية. فإذا كان هذا الأمر، الكلام معه، نفصل الكلام. إذا أردنا أن نتكلم معه مثلا بلغة أخرى في البيت، إذا كانت اللغة التجرينية أو التجري أو الساهو، اللغات المحلية، لا نخلط الأمور حتى لا يخرج لدينا الطفل يعني مشتت بين اللغات، يستعمل كلمة إنجليزية ثم يردفها بكلمة بالتجري، ثم كلمة ربما بالعربي. يعني لا، يكون عنده أيضا هذا الفصل واضح. اللغة العربية نحافظ عليها يعني مفصولة عن اللغات الأخرى. ففي البيت الشغل في البيت حقيقة كبير جدا. نحن نعيش في محيط يعني بحر من الثقافة المختلفة. اللغة في بريطانيا واستراليا اللغة الإنجليزية هي يعني بحر ويعني طوفان، سيقتلع كل شيء إن لم يكن هناك حاجز منيع ولم يكن هناك فهم واضح ووعي للوالدين. فالبداية والتركيز الأساسي في البيت، والبداية ليست صعبة كما قلت. الكرتون، الكتيبات العربية، والله حتى كان أنا أذكر مع أبنائي كان عندهم يعني المكعبات هذه التي يضعونها بجانب يعني بعضها البعض تشكل كلمة على سبيل المثال. نعم، أشياء، أفكار بسيطة موجودة. المكتبات العربية تزخر بهذه الأدوات وبهذه الوسائل التعليمية. والإنسان يعجز، يعني نحن في زمان الحمد لله الوسائل التعليمية كثيرة جدا، حتى إن لم يكن الوالدين ملمين باللغة العربية بشكل جيد، ليست هذا أيضا عندهم. نعم، ليس عائق. هل عندك أبناء أستاذ أحمد؟ نعم، عندي 3. ما شاء الله، ربنا ربنا يخليهم. كذا تجربتك مع الأبناء أنت ذكرت شوية كده في المكعبات، وأنا بعدين حأحكي تجربتي مع بنتي كمان، يعني عشان ندي نموذج للناس كيف تحافظ على هذه اللغة في بيوتها. نعم، جميل. الحقيقة التجربة ربما الأفضل والمكتملة من بين بناتي الثلاث هي مع بنتي الكبرى. يعني كانت في البداية جلوس معها أكثر ربما والتركيز معها أكثر، لكن الحمد لله أيضا بناتي الأخريات اللغة العربية عندهم جيدة جدا. القراءة أنا أقرأ معهم في البيت، حتى ابنتي الأصغر أقرأ معها يعني في جلسات أحيانا في البيت هكذا، أقول لها جيبي كتاب من المكتبة مثلا، اختاري الكتيب اللي يعجبك، مثلا قصة وكذا. كل المولودات في بريطانيا؟ كلهم مولودات في بريطانيا. بنت الكبرى يعني حتى كنت أشجعها، عملت الGCSE في اللغة العربية، والحمد لله حصلت فيه على النتيجة، امتحان الشهادة الجامعية الثانوية. نعم، امتحان المرحلة الثانوية. نعم. فعملت
يعني ايضا اضافت اليه، يعني تدرس دراسات الانجليزيه، اللغه الانجليزيه والفلسفه والتاريخ. هذه دراسات الحمد لله توفقت الان، دخل للدخول للجامعه. ما شاء الله، الف لكن مبروك استاذ. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك استاذنا. نعم. ففي المرحله الثانويه كانت عملت الجي سي اس اي، وشجعتها على هذا الشيء واذهب معها. يعني طبعا في البدايه كانت القصص والمسائل البسيطه، لكن الحمد لله استمرت التجربه واللغه ولم ننقطع. السائده في البيت هي اللغه العربيه. اللغه العربيه هي اللغه السائده في البيت. وانا لا اتوقف عن انه يعني فقط انه بناتي يفهموا اللغه العربيه. حقيقه هذا انا لا اعتبره طموح كافي. مجرد ان يفهموا اللغه، لانهم اذا كان سينقلوا هذه اللغه فيما بعد، كيف سينقلونها الى الابناء؟ يعني انا دائما خوفي ليس على هذا الجيل الان الموجود. هذا الجيل ممكن ان يعبر نوعا ما، لكن ما الذي سيقدمه للجيل الذي بعده؟ فاقد الشيء لا يعطيه، كما لا يخفاك استاذ احمد. انه يعني كيف هؤلاء سينشئون جيل اذا كان نحن وجدنا صعوبه ونقول هناك تحدي؟ طيب هذا جيل اذا كان ادواته ضعيفه، واذا كانت صلته اصلا بالتراث وباللغه وبالمكان وبالهويه بعيده جدا، يعني ولا لا يعرف المحيط العربي، لا يعرف المحيط الاسلامي، ما الذي سيقدمه لابنائه؟ هذا سؤال مهم جدا. ما يكون الهم هو فقط أن يفهموا اللغة العربية أو أن يعني يقرأوا بعض القراءة، أن نرتقي أكثر. نريد أبنائنا تكون لديهم ثقافة عربية. فالحمد لله أنا مع ابنتي نذهب إلى هي مهتمة جدا بالتاريخ، تحب التاريخ، فنذهب إلى المكتبة ونحضر كتاب في التاريخ، لأنه هي الشيء الذي يعني تهتم به. وفي التعليم كما لا يخفاك أستاذ أحمد، أنت معلم، أنه من الاشياء التي تسهل عمليه التعليم ان يكون هناك سبب للمتعلم ان يقرا، ان يكتب. نعم. المحفز مهم جدا. فانا اذا اعطيتها كتاب مثلا في الجغرافيا وهي لا تحب الجغرافيا، ستجد فيه صعوبه او لن تجد الرغبه. نعم. فلذلك نذهب ونختار كتاب يتحدث عن تاريخ فلسطين مثلا، يعني هذا من الكتب التي الحمد لله اشتريناها باللغه العربيه، تشرح تاريخ فلسطين منذ القدم، وتجد احيانا بعض الكلمات التي يعني لا تفهمها، تجلس وتسالني، وانا اشجعها حتى ان لا تسالني، ان تبحث هي بنفسها. تبحث. نعم. اقول لها اسالين. متاحه. نعم، مساله البحث، انه الامر ليس بتلك الصعوبه، حتى وان وجدت كلمه صعبه. احيانا تقول هذا الكتاب مثلا، اعطيها كتاب، اهديها كتاب روايه مثلا تقراها، اقول لها كيف، ما رايك في الروايه وكذا، تقول لي جيده، فهمت بها اشياء، لكن ما تشجعت، لاني في النص مثلا وجدت كلمات كثيره. انا اشجعها، اقول لها وجود كلمات صعبه هذا معناه ان انت الان يعني في تقدم. انت الان قاعد تضيفي، انت قاعد تتقدمي. نعم. ولذلك لابد ان تجدي شيء يعني صعب. هذا على كل، لن يصل الانسان لمستوى يلم فيه باللغه، يحيط باللغه كامله، هذا مستحيل. نعم. وادفعها، اقول لها انه هذا معناه انت قاعد تتعلمي مفردات جديده، وهذه اضافه جديده. فالامر هذا يجب ان يكون طموح موجود عند الوالدين. فالحمد لله تجربتي ربما مع البنتين الاخرين اقل نوعا ما، لكن موجود الحمد لله. انا اشجعهم من كل فتره لابد ان يعني نحضر كتاب ونقرا ونناقش بحسب المستوى. طبعا الواحد لا يتوقع من كل الابناء ان يكونوا على نفس المستوى، لكن نعم، احيانا الرغبه ايضا والدافع يكون ربما عند طفل اكثر من طفل اخر، لكن ان تكون الارضيه الثقافيه بالنسبه للغه العربيه فهما، قراءه، كتابه، واهتماما. نعم. وحبا. وكذا، ان يكون هذا موجود يعني. نعم. لابد. والله انا اشكرك استاذ احمد، ونحن حبينا نقدم نماذج بهذه اللغه وحبنا لها. انا عن تجربتي مثلا، يعني بنتي مولوده في أسمرة، وفي أسمرة اللغة العربية وإن كانت هي موجودة، لكن برضو هنالك بحر آخر، يعني زي ما أنت عارف. صحيح. وممكن صحيح. ممكن الإنسان يضيع فيها، يعني بالذات في أسمرة في المرتفعات يعني. فكنت حريص جدا أن تكون لغة المنزل هي اللغة العربية، وفرضنا هكذا، وهي في أسمرة، وبديت ألقنه وهي طفلة صغيرة كلمات أو أبيات من لامية العرب. حتى في واحد كان
يزورنا من أهل والدتها. قال يعني أنا قلت لها عمرها يمكن سنتين، هي قاعد تقول أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى الله قوم سواكم لأميل لامية العرب. الله. العرب قالوا من نعم يقرأ هذه القصيدة، فلامية العرب فيها كثير من الشمائل، وهي لامية جاهلية يعني. الجاهلية نعم فيها نعم قيم كثيرة يعني زي ما تعرف. نعم وهي لسه على لسانه وكده بتاع. فسبحان الله نعم هذه اللغة وحفظها لكلمات كثيرة من هذه اللامية الشامخة نعم للشرطة، شاعرها لما نعم حكمت علينا ظروف وطلعنا ودخلت القاهرة وبدأت المرحلة الابتدائية من هناك يعني في الروضة، لم تجد أي صعوبة عن تنسرف في المنهج المصري. وشهر كده جميل لقيناها بقت ما شاء الله يعني، وأكملت المرحلة الابتدائية في مصر. جميل. ثم أهمية هذه اللغة عزيزي المشاهد أنها عندما يتعلم الطفل وهو صغير والله لن تصعب عليه أي لغة في الدنيا. صحيح. جاءت إلى أستراليا وأولى إعدادي، وأنا أقدم نماذج والله ليس لمجرد الحديث عن أهالينا وبيوتنا، نحن ندخل بيوتنا عشان نقدم لكم نماذج يعني مع الأستاذ أحمد. فإذا بها بدأت المرحلة الإعدادية سنة أولى لأول مرة تدرس اللغة الإنجليزية، شهرين 3 شهور وكأنها ولدت في هذه المدينة يا سلام ومحافظة ما شاء على اللغة. فأنا أقول سر في هذه اللغة العربية التي أنزل بها الله سبحانه وتعالى كتابه الأخير، دستور للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن هذا القرآن وربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء وفيه كل شيء، واللغة دي ذاتها اللي بنتحدث عنها. ولذلك أنا أقول أيها الناس إذا أردتم أن يتعلموا أبنائكم اللغات التي تقيمون فيها استمسكوا باللغة العربية، فإن فيها الله. أسرار لتعلم أي لغة في الدنيا. والحمد لله بالضبط. حتى اللغة الإنجليزية سابتها وقاعد تدرس لغات ثانية يعني معاها يعني. جميل جميل. ولا زالت اللغة العربية هي لغة البيت ومحافظة عليها وتقرأ بها وتتحدث بها. نمنع منع بات إذا حبت كفكت لنا كلمات إنجليزية وبتاع نقول لها نعم هوي ستوب، ما دايرين كلام باللغة، وهي صحيح. ذاتها خلاص أخذت على هذا. لذلك أيها ما الناس شاء قوموا بهذه اللغة. اللغة هي ثقافة وهوية للإنسان الله. نعم المصري أيا نعم كان، نعم. مسلما مسيحيا. وبالنسبة للمسلم بتكون تعلمه والتمسك بها فرض بالضبط. ديني وفرض وطني نعم ذلك. نحن لسنا ضد نعم اللغات الثانية، لكن لا تفرط في اللغة العربية عشان تتعلم. فهي بتلومني تقول لي ما علمتني التقري يعني يتكلم تقري مم. شوية، ما علمتني. أقول لها أنا ضحيت بالتقري عشان تتمسك لنا باللغة العربية دي. شفت كيف؟ نعم نعم. والله نقدمها كتجارب. أستاذ أحمد أنا سعدت بلقائك، وعندنا زي كذا دقائق تحب تختم اللقاء، ونحن إن شاء الله حنلتقي بك في إقامتك هناك. وأتمنى إن إن شاء من المركز ذاته ومسجد النجاشي نعمل نتشرف في لقاء كده معك بإذن الله. بإذن بالسلامة. بإذن الله. أختم لنا هذا اللقاء بما تود الحديث به في اللغة، في الاهتمام بالدين، في الاهتمام بالثقافة العامة. تفضل أستاذ أحمد. الله يسلمك استاذ احمد. اولا طبعا انا اقول انه الاهتمام بالموضوع نفسه حقيقه مهم جدا من قبل او من جانب المثقفين، الدعاة، المشايخ، طرح الموضوع نفسه. فانا حقيقه اشكرك جدا استاذ احمد انك تفرد مساحات لهذا الامر. نحن الكل يعرف انه لدينا يعني اشكال او خطر في مساله الهويه، مساله اللغه. نحن مهاجرين نحمل سبحان الله يعني لدينا همومنا، لدينا امور. ف على اصحاب الاهتمام واصحاب الهم ان يطرحوا هذا الامر ويتكلموا فيه ويوعوا فيه. فهذه مساله مهمه جدا. على الجميع اولياء الامور ان يعلموا انه الامر في بلاد الغرب صعب، فلذلك يجب ان يكون المسؤوليه الذاتيه، مسؤوليه البيت هي التي سيكون عليها تقريبا يعني نقول 80% من الامر. المدارس نهايه الاسبوع على سبيل المثال هي لن تنتج يعني اطفال يتكلمون باللغه العربيه يعني بشكل جيد، وكل هذه الامور ان لم يكن هناك تاسيس جيد منذ الطفوله. فالتركيز على الفئه العمريه الصغيره مهم جدا، التركيز على العمل الذي يمكن ان يكون في البيت
الطموح يكون عالي. وبإذن الله تعالى في اللقاءات الأخرى نتكلم أكثر عن التفصيل أكثر. يشرفنا ذلك. شكرا لك أستاذنا المحترم الفاضل أحمد محمود أسناي، مدير مركز ومسجد النجاشي التابع للجالية الإريترية المسلمة في بريطانيا. التقينا به في تركيا أثناء زيارته. أنا أشكرك جزيل الشكر باسم كل المشاهدين والمتابعين لهذه الحلقة رقم 49 في برنامج مع اللغة العربية. سنعمل منها وبها ولها ومن أجلها طالما حيينا على هذه الأرض، حتى وسنسلم الراية للقادمين من أبنائنا وبناتنا بإذن الله. ألتقيكم بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة. تحياتي محدثكم أحمد شريف في الإعداد والتقديم، كذلك تحية زملائي في الإشراف والهندسة الصوتية والإخراج والمونتاج الذين يعملون خلف الكواليس ويخرجون هذه الحلقة بذلك البهاء الذي يليق بقناة السلام الإعلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، ونسأله كذلك أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.